برضو مش عاوزه اقول اسم مين، اللي يقول انت مالك، انت شاغله نفسك بها ليه؟ لا انا مش شاغله نفسي بيكي ولا حاجه. انا بستغرب على الحاجات اللي انت بتعملوها، بس انا ولا شاغله نفسي بيكي ولا حطاكي في دماغي ولا تهمني في اي حاجه عشان تبعتيلي الرساله ديت. انا بستغرب محتوى ملوش اي لازمه خالص، الا حاجات ايه، هلس في هلس في هلس ملهاش اي لازمه. مفيش حاجه بتفيدنا من اللي انت بتعمله كله. والله المستعان وربنا يهديكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى معانا فيديو. يعني انا كنت المفروض يعني اللي انا اعرضه امبارح، يعني اول ما شفته كنت المفروض اعرضه. معلش بقى كان عندي حبة حاجات كده، قلت ان شاء الله برضو هعرضه بقى، هعرضه لكم برضو. وبرضو مستنية ارائكم في الفيديو ده، ليه هي بتعمل كده. طبعا ام جنى او ام حنين او انتوا بيسموها ايه. بصي يا ام جنى، انا اول ما ببجيش عليكي وتصرفاتك كلها اصلا بتبين اللي انت ما بتعمليش اللي انت بتعمليه ده لوجه الله. لا، لما انت بتجيبي حاجات وبتفرقيها يوم صلاة العيد، يوم صلاة العيد ده طبعا بيبقى بينك وبين ربنا. الاول كل سنة وانت طيبة، يعود عليك بخير وعلى اسرتك ان شاء الله وعلى امة محمد. اللي بيعمل اللي بيعمل خير سواء في رمضان او ليلة القدر او صلاة يوم صلاة العيد، بتبقى بينه وبين ربنا. طبعا انت جايبت حبة حاجات ما شاء الله مكلفينك كتير قوي، يعني عشان تفرقوهم يوم صلاة العيد، وعربية نقل. دي مش لوجه الله. لو وجه الله تديها لهم في الدرة، ما تصوريش. لكن انت بتصوري وبتقولي لابنك صور يا ولا صور صور، يعني انت قصدك تقولي على شعب مصر ايه؟ مش لاقي ياكل، مش لاقي يجيب كرة، مش لاقي يجيب لعبة. لما تصوريهم هم هيجي هم قايمين عليكي وبيشقطوا اللعب اللي انت تعبتي جدا وانت بترميها لهم. انت ليكي هدف وبتحققيه. انت مش قلتلك من الاول مش وجه الله، انت عاوزة ترند بس على شعب مصر. انت عاوزة ترند على حساب شعب مصر. اللي شعب مصر انت بتوصل لهم صورة اللي هم مش لاقيين يجيبوا اللعب. ليه؟ حاجة زي دهيت هقدمها لهم من غير ما اصور. يمكن انت عاوزة مشاهدات وعاوزة ترندات وعاوزة سيرتك تبقى على طول شغالة. انت بتحاولي على قد ما تقدري تطلعي ترند. طبعا انت صورتوا صورة غريبة الشكل والناس ملمومة عليكي وعمالة تشقط الحاجات، يعني ما هم معهمش 100 جنيه يجيبوا كورة ولا لعبة. ما وصلتش للدرجة دي يعني يا ام جنى، اللي انت تصوري تسوقي سمعة مصر للدرجة الفظيعة ديت عشان تطلعي ترند او عشان تاخدي مشاهدات. صور يا ولا صور ايه صور يا ولا ايه؟ ليه؟ بتستفادي ايه من كده؟ انا ولا لاقيه لك محتوى ولا لاقيه لك انت بتعملي محتوى على اساس ايه، وطالعه تصوري الناس وهي مهجومه عليكي عشان تطلعي ترند وعشان يجيلك مشاهدات وعشان لايكاتك تعلى بزياده ومشاهداتك تعلى بزياده والمشتركين يعلوا بزياده. ده الارزاق دي بتاعت ربنا. ما يمكن بعد اللي انت بتعمليه ده هو كله ما يجيلكيش مشاهدات. ده كله ده كله بتاع ربنا. ده الارزاق ديت بتاعت ربنا مش بينا، عشان تصوري الناس وهي ملمومه عليكي
وانت عماله ترمي لهم حاجات وعيالك عمالين يرموا حاجات، وصور صور صور صور. هو انت في سما ليه؟ وليه كل واحد عاوز يطلع ترند يقوم يطلع على حساب الناس؟ ليه كده؟ محمد رمضان عشان يطلع ترند بقى ينقي الناس الغلبانه ويصوروا معاه وبيصوروا وبياخدوا منه فلوس. الحاجات ديت مش عاوزه تصوير، دي بيبقى بينكم وبين ربنا. انتوا كده بتحرجوا الناس. يعني لما اروح معلش يعني ربنا مقدرني وربنا مديني وربنا يديني يا رب و اساعد المحتاج بس بيني وبين ربنا من غير ما اصوره، بتبقى حاجه كبيره قوي عند ربنا. اما بقى لو انا بقى عاوزه شهره بقى وعاوزه لايكات كتير وعاوزه اطلع ترند بقى، اي واحد محتاج هخلي التاني يصورني من ورا وانا بديله الفلوس وانا برميله اللعب وانا مش عارف ايه. ليه؟ ومين اللي قال لكم بقى اللي كده بقى انت زكاتكم بقى تبقى مقبوله كده؟ ربنا قال الدرع نستر الناس، مش نوروهم للعالم كله اللي مصر محتاجه ومصر بتمد ايديها ومصر مش لاقيه. ليه؟ انت كده بتسوقي سمعه مصر اصلا عشان لايكاتك وعشان مشاهداتك. ايه ده؟ في ايه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا رب. نحاول على قد ما نقدر يتشهر بحاجات تانية، يتشهر بحاجات اسلوب احسن من كده، مش على حساب الناس. ايه ده؟ في ايه؟ لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رب ان كنا من الظالمين. ليه بس؟ وده كان فيديونا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. بص يا ام جانا، انا كنت عامله لك فيديو وطلعت برضو مش عاوزه اقول اسم مين اللي يقول انت مالك، انت شاغله نفسك بها ليه؟ لا انا مش شاغله نفسي بيكي ولا حاجه. انا بستغرب على الحاجات اللي انت بتعملوها، بس انا ولا شاغله نفسي بيكي ولا حطاكي في دماغي ولا تهمني في اي حاجه عشان تبعتيلي الرساله ديت. انا بستغرب محتوى ملوش اي لازمه خالص، الا حاجات ايه هلسف هلسف هلس ملهاش اي لازمه. مفيش حاجه بتفيدنا من اللي انت بتعمله كله. والله المستعان، وربنا يهديك ويصلح حالك يا ام جنى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.